مين بقى اللي ضحك عليكي وفهمك انك لما تاخدي راجل متجوز ومعاه كوم عيال انك كده انتصرتي؟ مين اللي فهمك ان اللقب الجديد ده نصر صاحك على مراته الاولانيه؟ فوقي وصحصحي معايا كده يا شاطره. انت ما خدتيش البطل المغوار، انت اخدتي راجل مستعمل مشاعريا وماديا جاي يدور عندك على داده مجانيه لعياله او ممول عاطفي لباقي حياته. انا نبيله البدوي النهارده جايه افرتك لك الوهم ده حته حته، وافتحي لي مخك كده عشان تعرفي الحقيقه العريانه اللي محدش يجرؤ يقولها لك في وش قناع الضحيه والفخ. تعالي بقى نمسك الخيط من اوله. انت كست مطلقه او ارمله يعني دقتي وجع الدنيا وشربتي طبعا من كاس الفراق والظلم. المفروض ان انت خارجه من تجربه بعقل حديد ووعي يوزن بلد. تقومي تعملي ايه؟ تقعي في اول فخ ينسبهولك راجل بكلمتين محن من عنده: انا مراتي ما بتفهمنيش، انا عايش معاها عشان العيال وبس، انا محروم من الحنان، يعني الراجل الغلبان المكسور. تقومي انت بقى بغريزه الانقاذ اللي عندي تلبسي لبس السوبرمان وتقولي انا اللي هعوضه، انا اللي هداوي جراحه. حبيبتي، الراجل ده ما بيجيبش ست تانية عشان تعوضه ولا عشان يعوضها. الراجل ده بيدور على مسكن ألم الرخيص، بيدور على حد يشيل شيلة عياله اللي مراته الأولانية تعبت منها أو يمكن سابته عشانها. انت في نظره مش الملهمة، انت المنقذ رقم 2 في خطة الطوارئ بتاعته. انت متخيلة لما تتجوزيه حياتك هتبقى وردي وخروجات وفسح؟ تعالي نحسبها بالورقة والقلم واحنا ستات بنفهم في الأصول والبيوت. الراجل ده نفقته رايحة للبيت والعيال، يعني انت بتاخدي بواقي البواقي. هتلاقي نفسك بتتحاسبي على الجنيه، ولما تطلبي حقك يقولك ايه؟ معلش اصل مصاريف المدرسة والدروس قطمة ظهري. طب وانت ذنبك ايه تعيشي في التقشف ده عشان طموحاتك القديمة؟ عاطفيا بقى الراجل ده مشاعره اتوزعت واتفرتكت حب قديم ومشاكل ومحاكم وخوف على العيال، يعني هيديك الزهق والملل والشكوى المستمرة. وقتيا بقى الفالنتين مع عياله في التمرين والويك اند بتاعه رايح يزورهم او يحل مشاكلهم مع طليقته، وانت بقيتي على الهامش، يعني زوجة مع ايقاف التنفيذ بتشتغلي في الاوقات الفاضية من جدول حياتك المزدحم. تعالي بقى لنظرة المجتمع والالقاب. مطلقة تاخد متجوز. نيجي بقى للحتة الحراقة. المجتمع لما بيلاقي ست مطلقة او ارملة تاخد راجل متجوز السكاكين كلها بتترمي عليها ويقولوا لك خطافة رجالة بنت ساعدتها على خراب بيت غيرها. انا مش جاية ادافع عن كلام المجتمع كده، رأيهم احنا عارفين مكانه فين تحت رجلنا. جاية اقولك على حساباتك انتي مع نفسك. انتي وافقتي بالوضع ده ليه؟ عشان خايفة من لقب مطلقة؟ عشان زهقتي من نظرة الناس ليكي كست لوحدك؟ تقومي تهربي من حفرة لقب مطلقة؟ تقعي في دحضيرة الزوجة التانية الشغالة؟ الكرامة يا بنتي مش انك تكتبي في بطاقتك ان انتي متزوجة من راجل نص وقته ونص فلوسه مش ليكي انتي اصلا. الكرامة انك لما تدخلي حياة حد تدخليها ملكة متوجة، صاحبة البيت الأولى والأخيرة، مش ضيفة شرف بتستنى دورها في الجدول. كابوس العيال بقى، انت دادة ولا مرات أب؟ وندخل بقى على الغويط. العيال دول ذنبهم ايه؟ وذنبك انت كمان ايه؟ لو عملتيهم بالطيب وحنيتي عليهم هيقولوا بتتمسكن وبتلف عشان تاخد عقل ابوهم. لو شديتي عليهم وربيتيهم صح هيقولوا مرات الاب الحربايه القاسيه اللي بتعذب عيال الناس. في وضع خسران خسران في كل الحالات. هتلاقي نفسك بتطبخي وبتغسلي وبتذاكري العيال مش عيالك. في الاخر لو حصلت مشكله صغيره الراجل هيقف في صف عياله وهيقولك الا عيالي خط احمر. ساعتها هتفضلي تبصي بقى في المرايه وتقولي لنفسك انا ايه اللي رماني الرميه دي؟ انا كنت في بيتي معززه مكرمه، انا ايه اللي خلاني اشيل هموم كوكب مش بتاعي؟ يا ست الكل، يا كل مطلقه وارمله قمر بتسمعني دلوقتي، بريق الذهب ما بيطفيش لمجرد ان ورقه الجواز الاولانيه اتقطعت. انت لسه غاليه ولسه قمر ولسه في عز نضجك وانثى كامله الاوصاف والاناقه. ليه تبيعي نفسك رخيص؟ ليه تقبلي بنص راجل اللي يستهلك هو اللي يجيلك شاري؟ يجيلك وهو قادر يفتح بيت بيديكي مقامك اللي تستاهليه، لو مش قادر يعدل مش قادر يشيلك في عيونه لوحدي من غير ما يظلم بيته الاول ومن غير ما يبهدلك معاه يبقى الباب يفوت جمل. اتعلمي مهاره الاستغناء اللي دايما بكلمك. انجحي واشتغلي وربي عيالك لو معاكي عيال. عيشي هانم في نفسك. الشياكه مش بس في اللبس والفستان والروج الاحمر، الشياكه كمان في العقل عن الحاجه اللي تقل منك. وفي الاخر الجواز مش سباق خيل مين اللي تتجوز الاول ومين اللي تلحق راجل. الجواز سكينه
وتقدير ومقام. لو ما لقيتيش مقامك فوق السما، السرير الفاضي والبيت الرايق احسن بمليون مرة من دوشة عيال مش بتوعك وراجل مقسوم نصين. فوق يا ستي واعرفي قيمة نفسك، وما تخليش حد يعيش دور الضحية على قفا طيبتك وكبرياء أنوثتك. كنت معاكم نبيلة، واستنوني في فيديو جديد، وخليكي دايما الملكة في روايتي مش الكومبارس في رواية غيري. ومع ألف سلامة.